السلام عليكم. معكم طارق عزيزي من الدار البيضاء شطم الليل. المهم بلا ما نطول عليكم، اليوم غادي نشرح لكم لا بواطا ميغفي بالعربية وبالدارجة المغربية. بسم الله. الكاتب ديالها احمد الصفريوي رحمه الله كان كيعاود على القصه ديالو ملي كان صغير، يعني كان كيعاود على الحياه ديالو كيف كانت وكيفاش هي الاجواء في مدينه فاس في المغرب في ذاك الزمان. القصه كتبدا به فاش كان صغير، كان حدا دارهم في الدرب، كان كيعجبو يجري ويشوف الحمير دايزين ويلعب مع العصافير. واحد النهار بغى يشد واحد الفرخ، ماشي باش ياخدو مي غير باش يلعب معاه ويديرو بحال الصديق ديالو، حيت سيدي محمد كان كيشعر بالوحده منذ بدايه القصه الى نهايتها. وبعد كان سيدي محمد كيعيش في دار الشوافة مع أبيه سيدي عبد السلام وأمه لاله زبيدة. المنزل كان كيحمل اسم دار الشوافة حيت ساكنة فيه شوافة. المهم الولد كيفيق ديما بكري باش يمشي للمسيد، مدرسة قرآنية كاينة قرب درب النوالة يترأسها الفقيه اللي ديما كيكون حزين وقاسي مع التلاميذ. رغم ذلك فسيدي محمد يشعر بالوحدة وله ميل للحلم والتخيل، كيحلم بزاف وكيجبد العلبة ديالو اللي سميتها علبة العجائب فاش كتكون شادة القنطة. وهاد العلبة كتحتوي على أشياء عادية جدا بحال مسامير، ولكن بالنسبة ليه هاد الأشياء عجيبة. سيدي محمد ما كيحملش يمشي للحمام، كيعتبره بحال جهنم. المهم سيدي محمد ما كيحملش ايضا يوم الثلاثاء حيت هو النهار اللي كيعرض فيه القرآن. واحد النهار توضرات زينب اللي هي واحد البنت كبر من سيدي محمد، بنت رحمة ودريس العواد. توضرات وهذا الخبر فرح سيدي محمد بزاف حيتاش ما كيحملهاش. من بعد لقاوها وداروا كسكسو صداقة، ومن بعد بقات غادا الحياة بحال هكا. حتى لواحد النهار سيدي عبد السلام طاح ليه راس المال ديالو كامل في السوق. هذا الخبر هو الحدث الرئيسي في القصة. من بعد ما كان سيدي محمد عايش مزيان هو والأم ديالو، هاد سيدي عبد السلام كان خدام مزيان، كانت عنده ورشة كيبيع فيها التوب. ومن بعد ما كان عند سيدي عبد السلام أي خيار إلا السفر إلى نواحي فاس باش يخدم أي خدمة، وذلك العمل اللي كان كيدير فهو عمل شاق جدا وصعب، لكن تحمل داك الشي باش يرجع راس المال ديالو. وملي مشى كان مرة كيصيفط شي سخرة مع واحد الراجل وكيطمئنهم على حالته. سيدي محمد مرض بسبب الرحيل ديال الأب ديالو اللي كان دائما كيبغي يبقى معاه في الدار، والام ديالو ولات كتمشي للاضرحه هي وصاحبتها لاله عايشه اللي طلقها راجلها. بداو كيمشيو عند واحد العريف كيقول لهم راه غادا ترجع الامور كيف ما كانت. الولد سيدي محمد ما بقاش كيحمل يمشي للمدرسه بسبب السيائد. وبعد عدة أيام جات واحد نهار زينب كتجري باش تقول لهم بلي راه شافت سيدي عبد السلام جاي، كان كيهضر مع واحد الراجل في السوق. وهذا الخبر فرح سيدي محمد ولاله زبيدة. ملي جا بدا كيعاود ليه كاع الأحداث اللي وقعوا، وبداو كيجيو الناس وكيزغرتو. وجا دريس بدا كيهضر مع سيدي عبد السلام، وسيدي محمد بدا كيشرب القنطة ومشى حل العلبة ديالو. وهنا انتهت القصة. غنضيف واحد النقطة هي غادي تنفعكم بزاف. ما تنساوش باللي لوتور راه هو لو بيرسوناج برينسيبال اي هو لو ناراتور. دونك بون كوراج اي بون شونس كاع الدراري الدريات اللي عندهم هاد العام جهوي. بالتوفيق ان شاء الله، متمنياتي لكم النجاح الدائم.